هو ده فعلا اللي يتقال عليه زبدة يا فول زبدة، شوية فول مزبدين ولون وقوام حاجة كده تحفة من الآخر، وبدون دماسة وبدون إضافة دقيق ولا ألوان صناعية ولا رز ولا أي افتكاسات. هتاكلي حرفيا أحلى وأطعم وألذ شوية فول ممكن تكوني كلتيهم. وانسي بقى حيرة هنفطر ايه كل يوم، سجلي الوصفة عندك عشان متأكدة ان انت هتحتاجيها في رمضان. لسحور رمضان بقى اعمليها وحطيها في الفريزر كده، وانسي بقى حيرة كل يوم. جربي الطريقة بجد على طول هتعتمديها. يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي في تحضير الوصفة. حاجة عندي هنا كده كيلو من الفول المدمس أو الفول اللي هو الحصى، اللي هو الفول البلدي. بتروح عند اي عطار او اي سوبر ماركت بتجيب اللي هو الفول البلدي الحصى، تمام، بتاع الفول المدمس. بنقعه لمدة كافية لحد ما يتضاعف حجمه، يعني من بالليل للصبح او من الصبح بالليل زي ما تحبي، لحد ما يتضاعف حجمه كده زي ما انتوا شايفين. بيبقى جاي حجمه صغير قوي، لما بننقعه بيتضاعف حجمه كده بيكبر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده بنغسله تحت المية وبنصفيه من أي مية موجودة فيه، وبنضيف عليه كوباية من العدس. وده بقى سر التقل واللون الطبيعي اللي احنا شفناه في بداية الفيديو. بعد كده بنضيف معلقتين كبار اللي هي من معالق الأكل من البابريكا زي ما انتوا شايفين كده. كمان هضيف معلقة من الكركم، معلقة الأكل من الكركم، يعني عندنا معلقتين من البابريكا ومعلقة من الكركم. خلاص، وده سر اللون، 3 حاجات سر اللون: العدس وكمان البابريكا والكركم. الاتنين التلات حاجات بيعملوا ميكس رهيب كده بيديلنا اللون اللي احنا شفناه كده في بداية الفيديو. بعد كده بنضيف معلقتين من الزيت، وده بقى بيدي او هو السر الزبده بتاعت الفول. حبايه الفول ما تبقاش ناشفه، القشره بتاعتها ما تبقاش ناشفه كده، تيجي تاكليها تحس ان هي بتدوب في بقك دوبان كده. بعد كده هضيف ليمونه، قسمتها شقتها نصين وحطيتها بحلقه كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت كمان معلقه من هريسه الشطه، بتدي طعم برضو حلو للفول وكمان لون حلو. بعد كده هملى عليه الحله ميه كده، يعني هزود المية كده زي ما انتوا شايفين لحد قبل الاخر بشوية، ده عشان انا مش هضيف ولا نقطة مية بعد كده. خلاص، مية بقى عادية من الحنفية او مية من الكاتل على طول هيسرع طبعا عملية الغليان. بعد كده بقى في الحلة بتاعتي هسيب الحلة تغلي. اول لما تغلي ههدي عليها النار شمعة، يعني تغلي تتأكدي ان هي غلت كويس جدا وطلعت بخار معاكي، هتهدي عليه النار شمعة وتسيبيه بقى تنسيه. ما تقلقيش عليه خالص، لا هينشف ولا هيشيط منك ولا الكلام ده كله، ينسيه مع نفسه ولا تفتحي عليه تقلبيه ولا اي حاجه. خلاص، حطيه الاول اول غلو على نار عاليه، بعد كده هتهدي عليه النار شمعة كأنك بترددي الرز او اقل كمان، اقل نار موجود عندك. خلاص، بتسيبيه بقى بتنسيه لحد ما يستوي معاكي، بياخد تقريبا ساعتين على نار هاديه جدا، ودي كمان مده تعتبر قليله. خلاص، ما تفتحيش عليه ولا تقلبيه ولا تفتح عليه اي حاجه ولا تيجي جنبه خالص عشان ما يسودش ولونه يتأكسد معاكي. بعد مرور ساعتين هتفتحي بس عليه تتأكدي ان الفول، لو الفول استوى، وتفركيه بين ايديكي كده لقيتيها عامله زي حبايه الفول عامله زي الزبده كده، خلاص هتقفلي عليه. محتاج شويه كمان، هتسيبيه شوية كمان على النار. كل لما زودت عليه السوا كل لما اداكي النتيجة احلى بكتير، وكل لما اداكي اللون حلو وكمان تقل احلى كده زي ما انتوا شايفين. سرين 2 لو عملتيهم في الفول بجد هتاكلي احلى فول وهتاخدي احلى نتيجة. اولا الاضافات اللي احنا ضفناها عشان يدينا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وكمان التقل الحلو بدون اي اضافات. ثانيا التسوية المظبوطة لوقت كافي، كل لما زودتيه اكتر ودوست عليه في السوا كل ما اداكي نتيجة حلوة وتقل حلو كده ولون حلو زي ما انتوا شايفين. ما تستعجليش عليه، سيبيه يستوي راحته. انا مش مستعجله عليه، ما بيسحبش لا غاز ولا اي حاجه، يعني هي النار تكاد تكون مفيش، مش شغال حاجة شمعة يعني، فما بيسحبش غاز. وما تقلقيش عليه خالص، ما تفتحيش عليه ولا تقلبي فيه ولا تعملي اي حاجة، ساعتين 3 براحته، متقلقيش عليه. خلاص، زي ما قلتلك كل ما زودت عليه في السوا كل ما اديكي نتيجة حلوة. بعد كده خلاص لما تحسي ان اختبرتيه ولقيتي حباية الفول مستوية وعاملة زي الزبدة كده وخلاص حسيت ان هو مش محتاج سوا،
هتقفلي عليه وتسيبي الغطا متغطي، ما تفتحيش عليه الغطا عشان ما يسودش معاكي والفول شكله كده يديكي لون مش حلو. خلاص. مستحيل تلاقي حباية الفول لونها مش حلو او مسودة كده من فوق ولا الكلام ده. ده عايزة اقول لكم ان انا كنت تقريبا بعد 5 أو 6 ساعات ابتديت بقى ان انا اعبيه في اكياس كده زي ما انتوا شايفين. استنيت عليه لما برد تماما، وشايفين ما شاء الله اللهم بارك، عطيلي لون حلو وتقولي حلو كده زي ما انتوا شايفين. لا اسود ولا اتأكسد ولا لونه غير ولا اي حاجة. وهوريهولكوا كمان لما جيت اعمله سندوتشات تاني يوم، لما حطيته كمان في التلاجة لا لونه اتغير ولا طعمه اتغير ولا كل الكلام ده. هتحطيه زي ما هتحطيه في الفريزر زي ما هتطلعيه، نفس اللون نفس السوا. التقل لما بتحطيه في التلاجة بتطلعيه بتحسي ان انت عايزة تزودي مية من تقله، لان بجد ما شاء الله الطريقة حلوة جدا. وكل لما بتزودي مية تحسي ان هو بيتقل معاكي اكتر. فاهمين قصدي ازاي؟ فاعبيه بقى في اكياس كده على قد حاجتك او على قد افراد اسرتك، وشيليه في الفريزر. تمام. تطلعي الكيس يفك معاكي. بعد كده بقى تقدري تعمليه بالطريقة اللي تريحك او الطريقة اللي بتحبي تعملي بيها الفول. معلقة سمنة كده على شوية دقة شوية هريسة شطة. ممكن تعملي بصلاية في فصين توم، ممكن تعملي طاجن وتدخليه الفرن، ممكن تعمليه بالسجق. فنيني وابدعي بقى زي ما انت عايزة. شوية طحينة كده بس وشوية دقة وخلاص، شكرا على كده اللي انت عايزة اعمليه. المهم معاكي شوية فول بجد اقسم بالله حاجة كده تحفة، تقل ولون وطعم، احلى واطعم والذ فول. مستحيل تشتري فول من بره بالحلاوة والطعامة واللذاذة دي. حاجة كده معمولة بنظافة، وكمان هتوفري. لو جيتي تشتري الكيس ده دلوقتي من بره مش اقل من 20 جنيه. شوية الفول الصغيرين اللي في الكيس دول يعني اقل حاجة 20 جنيه. ده بقى تاني يوم لما حطيته كمان في الفريزر طلعته وعملته قدامكم اهو. شايفين لونه لا اتغير ولا اسود ولا اي حاجة. معلقة سمنة كده وشوية دقة وشوية هريسة شطة، وشكرا على كده. ممكن بقى تعمليه بطماطمايه بصلايه شويه فلفل حار كده، شويه دقه، اللي انت عايزاه، شويه طحينه. المهم معاكي شويه فول بجد تحفه جدا. اعمليه بقى وحضريه لرمضان، حطيه في الفريزر او حتى في الايام العاديه للفطار، وانسي حيرة كل يوم بتاع هنفطر ايه وهنتعشى ايه. موفر جدا جدا. ايا كان سعر كيلو الفول دلوقتي وصل كام، احنا عارفين ان الاسعار كلها غاليه، بس اوفر بكتير لما تروحي تشتري كل يوم فطار وعشاء من بره. فانت وفرت على نفسك وفرت على بيتك كتير. جربوه بالطريقه دي بجد هيعجبكم جدا جدا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسيش تشير الفيديو مع اصحابك. سلام.